صباح الفل. النهاردة هنعمل تورتاية في البيت، طريقة سهلة والطعم يجنن. كل اللي هيدوقها ويشوفها مش هيصدق ان هي معمولة في البيت بطريقة احترافية، بس سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. يلا نعملها مع بعض. جبنا اول حاجة 5 بيضات درجة حرارة الغرفة، عليهم طبعا فانيليا، وعليها نص كيلو من كيك الاسبونج الجاهز. وهحط 3/4 كوباية من المية، عليها معلقة من محسن الجل او محسن الكيك. وهنبتدي ان احنا نضربهم ايا كان بمضرب الكهرباء او بالعجان، وهنسيبهم لمدة نص ساعة. بعد النص ساعة طبعا بنبقى مشغلين الفرن على درجة حرارة 180، وبنحطها على الرف الوسطاني. بتاخد حوالي من ساعة لربع ساعة. انا بتاعتي اخدت بالظبط 50 دقيقة. وبعد كده خرجتها، وبعد ما خرجتها سبتها ليلة كاملة تهدى. وبعد كده ابتديت ان انا اقطعها بالمنشار بتاع الكيك او منشار التورته. قطعتها هنا، اتقطعت معايا قطعتها 3 قطع. كل قطعة ببتدي ان انا اسقيها، بجيب مية عليها معلقة من العسل او السكر او الشربات. حطيت هنا مية عليها معلقة صغيرة من العسل النحل، حطيت كمان معلقة من الشوكولاتة ودوبتهم وحطيتهم عشان اسي بيهم الكيك. بعد كده بعمل الخليط الكريم شانتيه. بحط كوباية من الكريم شانتيه، عليه ربع كوباية من السكر البودر، وابتدي ان انا اضربهم مع بعض. بعد كده ببتدي ان انا احشيه باي حشو. انا حطيت هنا الكريمة، وبعد كده حطيت اوريو عليها شوكليت شيبس، والمتوفر عندك زيني بيه او احشيه. بعد كده قفلتها، خلصتها وقفلتها بالخليط الكريم شانتيه اللي هو بالشوكولاتة. وبعد كده حطيت الكريم شانتيه اللي هو اللون الابيض. وببتدي ان انا اغطي كده اللون الشوكولاتة معايا، عشان لما احط اللون البيبي بلو ما يبقاش غامق معايا، يبقى اللون فاتح معايا. ودي حاجة مهمة. لو عايزة تعملي الالوان اللي من بره بيبي بلو او اصفر او اي حاجة، لازم يبقى قبلها لون ابيض، ما ينفعش قبلها لون شوكولاتة او كده. بس كده انا قفلتها باللون الكريم شانتيه الابيض. بعد كده جبت الكريم شانتيه اللي احنا عاملينه التاني، حطيت عليه درجة البيبي بلو، وببتدي ان انا اقلبه كده مع بعض لغاية ما اشوف الدرجة اللي انا عايزاها. وطبعا بعد ما عملت الطبقة اللي هي الكريم شانتيه اللون الابيض، كنت دخلتها في التلاجة عشان تجمد معايا شوية، عشان تقدر ان هي اول ما احط الدرجة البيبي بلو تبقى ماسكة معايا، وتقدر ان هي تبقى كويسة وتتزين كده بسهولة. لازم تبقى التورتاية ساقعة عشان الكريم شانتيه يمسك فيها، والكريم شانتيه برضو لازم يبقى ساقع. الكريم شانتيه لما تيجي تضربيه اضربيه بمية مش بلبن لو هتعملي تورتاية، عشان المدة بتاعته تبقى اطول. لو عملتيه بلبن هي يدوب يومين 3 بالكتير وبس كده. ببتدي هنا اسويها، وبعد ما سويتها المرة دي دخلتها برضو التلاجة تجمد معايا شوية، وبعدين خرجتها وابتديت اعمل فيها تاني. وهنا دي اخر مرة سويتها. وهنا التزيين بقى الاخير. جبت اول حاجة عجينة سكر، وابتديت ان انا ازينها على شكل النجمة.
واهو. وطبعا الاشكال دي بتبقى متاحة عند بتوع الشوكولاتات، يعني اللي بيبيع الشوكولاتات او تقريبا مستلزمات الحلويات برضو ممكن يبقى عندهم متوفر. لكن انا من مكاني او من بلدي جبتها من مكان بيتباع فيه شوكولاتات مخصصة، يعني واحدة بتعمل شوكولاتات انا كنت جايبة من عندها ده. طبعا انا كنت عاملاها لابني، وكان هو اللي طالب انه عايز يعمل تورتاية سبايدر مان او سوبر مان، فانا حبيت ان انا اعملها له بايدي و... وعلى قد ما كانت متعبة كانت بس بجد حلوة وممتعة. انا جبت اللون التلميع ده بيتجاب من مستلزمات الحلويات، لون تلميع لونه ازرق، ابتديت ان انا ارشه بيدي لمعة، وكان بجد حلو قوي. شايفين شكلها ازاي طالعة؟ وعايزة اقول لكم كل اللي شافها بجد ما كانش مصدق ان انا اللي عاملاها في البيت، وكانت بطريقة سهلة. هي بس اللي بتاخد الوقت طريقة الكريمة، التجليس اللي من بره بس اللي بياخد وقت، لكن غير كده هي سهلة جدا وممكن اي حد يعملها في البيت. اتمنى تقولولي رأيكم ايه الفيديو، لو عجبكم ياريت تشجعوني بلايك وكومنت حلو، وشيروا الفيديو عشان بجد انا تعبت في الفيديو قوي عشان خاطر ان انا اصوره، واتمنى تشجعوني. وده كان شكل التورتاية في الاخر. باي.